صباح الخير. صباح الخير على كل الاهلاويه. وسام ابو علي حدوته مش هتنتهي دلوقتي، يعني لسه مطوله معانا شويه. المشكله في وسام ابو علي مش انه هيمشي او مش هيمشي، المشكله في نظام التعاقد مع اي لاعب، لان دي يا جماعه يعني قنبله موقوته او مشكله هتواجهنا كتير جدا 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 لو اتكررت، هتعمل مشكله يعني. لان هل يحق لاي لاعب بعد ما يمضي عقد ب4 أو 5 سنين مع ناديه انه فجأة بعد اول سنة، بعد 6 شهور، بعد سنة ونص يقول لهم انا جالي عقد كويس وعايز امشي، ويضغط على النادي عشان يمشي؟ هتقول لي لا في عقد والنادي من حقه ما يسيبوش. هقول لك طب ما هو برضه الطرفين خسرانين. اولا اللاعب مش هيأدي وهيتمارض، هيفتعل مشاكل عشان خاطر يخلي النادي يقول لك يا عم خلاص خليه يغور. ثانيا النادي نفسه هيبقى بيدفع فلوس على الارض، اللاعب ما بيلعبش ومقعده دكه، فبالتالي الاثنين هيبقوا خسرانين. طب ايه الحل؟ اولا مبدئيا عشان ما يعني نكون بس متفقين، وسام هيمشي وطالما رغبته انه يمشي هيمشي، وبكل الاحترام لوسام ابو علي، عشان بس الناس اللي طالعه بتغلط وخاين ومش يا عم يا جماعه ده احتراف، ده اصل هو يعني مش ابن الاهلي. حتى لو ابن الاهلي، ما هو ابن الاهلي عمل ايه؟ ما هو رامي ربيعه مشي جاله عقد كويسه بس عشان خاطر اخر كام سنه في الملاعب وبتاع، حب يامن مستقبله. يعني واحد مثلا بياخد 10 جنيه لما يجي له في الشغلانه 100 جنيه هيقول لها لا ويتنيه بال 10 جنيه متمسك؟ معلش يعني. فهنا في شقين، هل انت كلاعب كنت جاي وعامل حسابك ان الاهلي مثلا تاخده واجهه عالميه او واجهه مشرفه اللي قدام الناس كلها، حاجه تلمعك وبعد كده تطلع برقم كبير؟ طب خليك صريح من البدايه. يعني انا بقول خليك صريح، او يكون في اتفاق ما بين النادي واي لاعب في بدايه التعاقد. لو جالك عقد احتراف هنوافق عليه بس بعد سنتين، بعد ما تكمل معانا سنتين. اول سنتين انسى الكلام ده عشان دماغك ما تلفش وتروح وتجيب، مفيش الكلام ده. وممكن يبقى الكلام ده كمان مكتوب ومتفق عليه، تمام، ايا كان بقى سواء قانوني او غير قانوني. بس انا بتكلم ان اكيد في وسيله. ما هو ممكن بكره بن رمضان يقول لك نفس الموضوع، ممكن بعده زيزو يقول لك نفس الموضوع، ممكن امام عاشور يقول لك نفس الموضوع، وفي الحاله دي هيضغطوا على النادي وهيمشوا. فبدل ما يمشوا ببلاش، لا النادي خلاص هيضطر يبيعهم عشان يكسب فيهم، زي ما حصل مع موضوع ازارو، وليد ازارو فضل يضغط على النادي عشان يمشي وفي الاخر مشي ببلاش. فبالتالي احنا هنخسر وسام ابو علي، هنخسر وسام ابو علي مهاجم قعدنا ندور عليه حوالي سنتين او سنتين ونص بالمواصفات دي، ولما جه ما كملش معانا سنه ونص. يعني احنا يا وسام كنا بندور عليه بقالنا سنتين ونص او سنتين، ولما جيت ما كملتش معانا سنه ونص. حقك يا ابني والله، انت انسان محترم ولاعب محترف وهجام وفرود وكل المواصفات الكويسه فيك، ومش عارفين نقول لك ايه. يعني احنا بنحبك وعايزينك تستمر، بس ما نقدرش نقف قدام مصلحتك. وفي نفس الوقت برضو النادي الاهلي لازم يبص لمصلحته. هل مصلحته في استمرار وسام وهو هيبقى نفسيا تعبان ومش هيقدر يأدي وطبعا ممكن يفتح مشاكل؟ لا طبعا ما اعتقدش. فانا شايف ان من مصلحه النادي الاهلي خلاص بيع وسام بالمبلغ اللي جالك بال 8.5 مليون. انت برضو كده كسبت فيه مبلغ كبير وكويس، وابدا ادور على مهاجم تاني. رغم ان انا شايف ان عندنا جراديشار خامه ممتازه جدا جدا جدا، وجبنا معاه محمد شريف. هتقول لي ما يعوضوش وسام ابو علي؟ انا معاك، ما هماش بنفس قدر وسام ابو علي او اداء وسام ابو علي، لكن ما باليد حيله. هتعمل ايه؟ ممكن تجيب مهاجم ثالث. بس انا شايف يعني بالنسبه بس لمصطفى محمد لا يصلح للنادي الاهلي، ماشي؟ عشان بس نكون متفقين. الهري الكتير اللي شغال في السوشيال ميديا وعلى الاخص من الاخ ابو معاطي زكي، انا بقول لكم مصطفى محمد لو الكلام ده صح، مصطفى محمد لا يصلح للنادي الاهلي، لا يصلح. هتبقى في مشاكل كتيره جدا 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 في اوضه اللبس بسبب مصطفى محمد. يعني اللي قاعد يقول لك هتبقى في مشاكل بسبب تريزيجيه وبسبب امام عاشور وبسبب زيزو وبسبب لا 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 لا. لو جه مصطفى محمد المشاكل هتكتر في اوضه اللبس في النادي الاهلي. مصطفى محمد يعني اولا هو مهاجم عادي جدا، مش اللي هو الواو اللي بنتكلم عليه. وسام ابو علي قده 10 مرات. شفتوا فرق السعر قد ايه؟ مصطفى محمد بكام دلوقتي وسام ابو علي كنا جايبينه بكام؟
ومع ذلك وسام ابو علي قد مصطفى محمد 10 مرات. تألق مع النادي الاهلي، خلاص الكيمياء بتاعته مشيت مع الفريق. فبالتالي قصه وسام ابو علي دي لازم تنتهي وباسرع وقت عشان النادي الاهلي يبدا يدور على حد تاني، او يستكفي بقى الموسم الجاي بجراديشار ومحمد شريف، وان شاء الله تعدي على خير يعني. لكن المشكله زي ما بقول لكم عايزين نشوف لها حل. هل لازم يكون في حاجه في التعاقد تمنع اللاعب الاحتراف او تمنع اللاعب انه يفكر في اي عقود قبل سنتين؟ بس يا وسام انت عقدك 4 سنين ولا 5 سنين، انت جاي بعد سنه ونص تتكلم يعني، ما لحقتش يا ابني. ده انت لعبت معانا موسم ونص، لعبت معانا موسم ونص وقعدت في فتره مصاب، يعني حوالي ربع موسم كنت مصاب تقريبا، كام شهر. فيعني انا مش عارف، انا شايف ان القصه دي لازم تنتهي في اسرع وقت. وسام ابو علي يمشي خلاص طالما رغبته كده، مش هتقعد حد غصب عنه، ويبقى في شروط بقى بعد كده للاعبين وحاجات يوقعوا عليها. يا جماعه انتوا معانا بس مش اقل من 2 3 سنين. ما انت جاي عشان تعمل حاجه، هو انت جاي انت عارفين المشكله؟ اللعيب يطلع يقول لك ايه في اول ما يجي النادي الاهلي، والله بكلمك كده، اول ما يجي النادي الاهلي يقول لك ايه؟ انا جاي النادي الاهلي بمبلغ قليل رغم ان انا جالي عروض كتير اكبر من النادي الاهلي بكتير بره. طب يا عم ما رحتش ليه؟ يقول لك عشان انا جاي للنادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. طيب اهلا وسهلا بيك. بعد ما يجي له عرض كويس يمشي، يسيب النادي الاهلي وعايز يمشي. الله، طب ما كان جالك تقريبا عروض مشابهه للرقم ده او اقل منه شويه بس اكبر من النادي الاهلي، ما رحتش ليه؟ ليه؟ لانه ما كانش هيلمع هناك، ما كانش هيتعرف، ما كانش هيتشاف. انما جه النادي الاهلي عشان يتشاف، فده له ثمنه، ما هو مش ببلاش، ده له ثمنه، كل حاجه لها ثمنها. فبالتالي انا شايف ان انت جاي النادي الاهلي وقعدت تقول انا كان جاي لي عروض ثانيه كتيره اكبر واحسن، زي بن رمضان بيقول لك انا جيت النادي الاهلي وكان ليا عروض ثانيه كبيره بره بس انا فضلت النادي الاهلي. طيب يا عم بن رمضان، نتمنى ان ما نشوفكش بعد 6 شهور تقول انا جاي لي عرض وعمال تدبدب في الارض وعايز تمشي انت كمان، زي وسام هو عمال يدبدب دلوقتي وعايز يمشي. فالموضوع صعب جدا يا جماعه. انت بتكون فريق عشان بطولات، مش بتكون فريق عشان تستثمر فيه. بنستثمر برضو بس الهدف الاساسي البطولات. احنا فريق جماهيري وله شعبيته، بيكسب من حاجات كتير، ما هو بيكسب اكتر من بطولات وبيكسب من بيع اللاعبين، بس لما يكون حاجه تستاهل. لكن خروج وسام ابو علي هيخسر النادي الاهلي شويه او هيأثر على الهجوم بتاع النادي الاهلي شويه، لكن ما بيلاقي حيله. انا شايف ان كفايه كده وسام ابو علي، نقفل القصه دي، كتابه اتقفل، كتاب جميل. شكرا يا اخ وسام، انت بنحبك وهنفضل نحبك، وراجل محترم وجاي من مكان عزيز علينا كلنا، لكن ما باليد حيله، وكنا نتمنى انك انت تكمل معانا. واداره النادي الاهلي لازم تتصرف في اسرع وقت. لو اي حد له راي تاني يقول. سلام عليكم.